أنا مش ساحر ولا عالم بالغيب، بس أنت مراكم حاجات وراك لبعد العيد خلّينا نقول كده. إحنا شكلنا غرقنا يا عمو سامي. العيد خلص، الأجازة انتهت، الشوارع خلاص بقت فاضية والزينة اتلمت وريحة رمضان خلاص ما بقتش موجودة. خلاص أنت الأسبوع اللي جاي راجع لحياتك زي ما كانت، ده غير طبعًا كوم الشغل اللي مستنيك. أنا عارف إن أنت ممكن تحس إنك تايه ومش عارف تبدأ منين، بس لو ضبطنا الخطوات بتاعتنا صح هنقدر نعدّي أي حاجة جاية. فالنهارده هنتكلم عن إزاي ترجع بقى للشغل اللي بعد العيد، وإزاي تخلّص كل اللي وراك من غير ما تحس بأي ضغط. فاتفرج على الإنترو وتعالَ. أول حاجة لازم تعملها يا حبيب أخوك هو إن أنت تخرج من منطقة الراحة، وهنا ييجي واحد يسألني هو فين أصلًا منطقة الراحة في الزمن اللي إحنا فيه ده؟ بُص، أنا عارف إن حاليًا إن إحنا في زمن ما يعلم به إلا ربنا، بس منطقة الراحة دي قعدتك طول اليوم على الفون مش بتعمل أي حاجة، قاعد طالع نازل من الفيس للإنستا ومن الإنستا للفيس، فإحنا بقى عايزين نطلع من الحتة دي. العيد كان فرصة حلوة ترتاح فيها، بس لو فضلت متعلق بالكنبة أو بالنوم الطويل الشغل هيتراكم عليك أكتر وأكتر ومش هتلحق تنجز منه أي حاجة. منطقة الراحة دي بقى يا حبيب أخوك زي المستنقع، مريحة في الأول بس بتسحبك لتحت لو طولت أو فضلت قاعد فيها فترة طويلة. فيعني قوم كده اتحرك ومش شرط تبدأ بحاجة كبيرة، ابدأ بتغيير صغير. اصحى بدري، يعني خد دش بارد أو حتى يعني اتمشى بره البيت، المهم تحس إنك خرجت من الروتين المريح ودخلت في الزون بتاع الإنجاز ومود المذاكرة. لو مكتبك مليان أوراق متبهدلة أو كوبايات قهوة قديمة فاضية فحاول ترتب كل ده. العقل بيحب النظام، فنظف شغلك ورتب الكتب أو الأدوات بتاعتك، ولو بتعمل شغلك من البيت ظبط الأوضة بتاعتك كلها الأول، لأن المكان النظيف مش بس هيديك راحة نفسية، ده هيخليك تحس إنك جاهز تبدأ فعلا وجاهز إن أنت تبدأ بجد. فخد نص ساعة كده ظبط بس فيها المكان حواليك وهتشوف الفرق من ناحية النفسية بتاعتك أصلا الأول. ولو وصلت للحتة دي ما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب الأحلى وخلي المعاملة إيه راحة جاية. بس كده تعالى بقى نكمل. ابعد عن أي حاجة بتشتتك، يعني لو الفون بيرن كل شوية بإشعار جديد أو السوشيال ميديا بتسحبك بقى الفيديوهات وكوميكس تدخلك في زون المرقعة اقفلهم. بص، أنت مش هتقدر تركّز لو كل شوية حاجة بتشدّك بعيد عن اللي أنت بتعمله، أو حاجة بتشدّك عن شغلك أو المذاكرة. حاول تحط الفون في أوضة تانية، أو استخدم أي تطبيق يقفل لك الnotifications اللي بتيجي لك، يعني حاول تستخدمه لمدة ساعة أو 2. وبرضه الناس اللي بتضيّع وقتك بكلام فاضي قُل لهم بعدين، بعدين نبقى نتكلم، وخلّص المهم الأول. العالم في الساعتين دول مش هيلحق يتغيّر، إحنا قاعدين مستنيينك مش ماشيين. خلّص بس أنت اللي وراك وارجع وهتلاقينا موجودين زي ما إحنا. المهام اللي وراك مش هتخلص لوحدها، ولو فضلت سايبها في دماغك بس هتحس إن هي عاملة زي الجبل. بُص، يعني هات ورقة وقلم أو افتح نوتة على اللاب مثلًا أو على التليفون بتاعك ودوِّن كل حاجة متأخرة. ميعاد تسليم شغل، فاتورة لازم تدفعها، حتى لو كانت مكالمة لازم تعملها. لمّا تشوف الحاجة قدامك هيبقى الموضوع أوضح بالنسبة لك، وتقدر ساعتها تحدد هتبدأ منين وهتبدأ بإيه. بُص، يعني نصيحة من أخوك، في الفترة دي حاول تبدأ بالحاجة الأهم مش بالأسهل، عشان تخلّص الضغط اللي عليك بسرعة وتنجز فيهم شوية. بلاش حتّة الأفورة، ما تفكّرش إن أنت هتقدر تخلّص كل الحاجات اللي وراك دي في يوم واحد وهتبقى مثالي. بُص، الكمال ده بيخلّيك تحس إنّك فاشل لو ما عملتش كل حاجة بنسبة 100%. فيعني ابدأ بالحاجات الصغيّرة والمهمة الأول، يعني لو عندك تقرير متأخّر اكتب منّه فقرة واحدة بس النهارده، لو عندك مشروع كبير ركّز في خطوة واحدة بس. المهم تبدأ والنتيجة هتيجي مع الوقت، يعني الخطوات الصغيّرة دي بتاخدك أبعد وبتخلّيك تنجز أكتر من إنّك تجري ورا الكمال والمثالية. أهم نقطة في الموضوع حسِّن علاقتك بربنا، التوفيق بييجي من عند ربنا بس، والراحة النفسية اللي هتحسّها لمّا تكون قريب من ربنا هي اللي هتدّيك الطاقة اللي تواجه بيها أي ضغوطات أو أي حاجات وراك. صلِّ في مواعيد الصلاة، اقرأ قرآن حتى لو صفحة كل يوم، وفي تطبيقات كتيرة ممكن تساعدك في كده. وأنا عارف إن الموضوع صعب، بس ادعي ربنا يسهّل لك في اللي جاي، لمّا يكون قلبك متطمن هتعرف تشتغل بتركيز أكتر وتفكير أوضح. حاول تستعين بربنا في كل خطوة وهتشوف يعني هتشوف ساعتها إزاي كل حاجة بتتضبط لوحدها. حدد وقت للراحة بتاعتك،
بُص، أنا مش عايزك تحرق نَفْسك حبيب أخوك، يعني الشغل مهم والمذاكرة مهمة، بس جسمك وعقلك محتاجين برضه استراحة. يعني لو بتشتغل 3 ساعات متواصلين، خُد يعني إيه 10 دقايق كده اشرب فيهم شوية مَيّة أو اتمشى شوية. الراحة الصغيرة دي هي اللي هترجّع لك طاقتك، وهي اللي هتخلّيك تكمّل بكفاءة أعلى ويعني أداء أحسن. بس ما تنساش إن الراحة دي تكون محسوبة مش مفتوحة كده وخلاص. في الآخر الشغل والمذاكرة اللي مستنيينك دول مش أعدائك، ده فرصتك إن أنت تثبت نفسك. العيد كان استراحة كويسة بس دلوقتي هو وقت الجد. حاول تخرج من منطقة الراحة، رتب المكان اللي أنت قاعد فيه، ابعد عن أي حاجة تشتتك واكتب الحاجات اللي وراك. خد خطوات بسيطة من غير أفورة، حاول تقرب من ربنا وادي لنفسك وقت ترتاح فيه. اهتم بنفسك وحياتك وخلي بعد العيد بداية قوية تفتخر بيها بعدين. أنت أكيد قدّها، وأكيد هتعدّي الفترة دي، وما تنساش تقول لي في الكومنتات لو كنت وصلت لحد هنا. بس كده. ما تنساش برضه إيه يعني تروّق علينا بعد ما تخلّص بلايكك الجميل وسبسكرايبك الحلو وشير مع صاحبك اللي عمّال يأجّل كل اللي وراه لبعد العيد، ويعني حفّزوا بعض كده إن أنتم تعملوا بالنصايح دي. بس كده. أشوفك المرّة الجاية على خير إن شاء الله. سلام.